الغريبة السهل الممتنع، مكوناتها بسيطة جدا وسهلة جدا في عمايلها، بس ساعات بتشقق مننا او بتبقى ناشفة او بتفرش في الفرن كده اول ما ندخلها. هقولك على تريكات مهمة جدا خدي بالك منها عشان الغريبة بتاعتك تطلع كويسة. عندي هنا اهو الكوبايتين من الدقيق، عليها كوباية من السمنة ونص كوباية من السكر البودرة، يعني السمنة نص الدقيق والسكر نص السمنة. الكوبايه اللي هعاير بيها الدقيق هي اللي هعاير بيها السمنه، هي اللي هعاير بيها السكر. السمنه بتاعتي بحطها في التلاجة كده عشان تبقى متماسكه شويه. هحط السكر وانزل عليه السمنه واضربهم مع بعض بالمضرب لغايه ما تبقى كريمي كده زي الكريم شانتيه. كل ما اضربها اكتر كل ما لونها يبقى فاتح اكتر، ولما تستوي معايا يبقى لونها فاتح. بعد كده هنزل عليها كوبايتين الدقيق واقلبهم كده مع بعض بالمعلقه بالراحه لحد ما المكونات تخش في بعضها. وبعد كده ابدا ان انا ابستها بايدي بالراحه جدا، هي متتعجنش، هي بس بتتبس كده اهو بالراحه عشان خاطر السمنه ما تسيحش مني قوي. وطبعا هي بعد ما بنخلص انا زي ما بعملها كده بصوا بالراحه كاني بحننها كده بايدي يعني، او بحنن ايدي عليها بالراحه قوي. بلمها وبتبقى في النهايه ملزقه، هي لازم تبقى ملزقه في ايدي. ما لاقيهاش ملزقه اقوم مزوده لها دقيقه عشان ما تبقاش بتلزق من ايدي، يبقى هتنشف مني خالص وهتشقق وهتبقى ناشفه جدا، هتبقى زي القرقيش. بعد ما اخلص عجن فيها ادخلها التلاجة، اسيبها كده مثلا نص ساعة ساعة ساعتين براحتك، بس المهم غطيها علشان خاطر ما تنشفش. عامة هي هتجمد معاكي شوية عشان السمنة، طبعا هتطلعيها هتحسي ان هي ناشفة، بس تاخدي منها حتة كده صغيرة وتبدأي تكوريها. هتاخد كده من سخونة ايديكي تضغطي عليها تلاقيها مش بتشقق، يبقى انت كده تمام والعجينة بتاعتك كويسة. حجم الكورة يبقى 10 جرام، ده مناسب جدا عشان خاطر هي كده كده هتخش الفرن تفرش شوية، ما يبقاش حجمها كبير. هخلص كل الكميه زي ما انتوا شايفين، هي لازم بتلزق في ايدي، لازم هتبقى بتلزق كده، لو ما لزقتش في ايدي يبقى هتبقى ناشفه معايا، وزي ما قلت لكم هتبقى زي كانها بسكوت او قرقيش. بعد ما اكور كل الكميه في الصينيه ابدا ان انا ازينها او اسيبها ساده. بصوا انا عايزه اوريكم برضو اخر حته حاططها في التلاجة. بصوا بنطلعها بنلاقيها مفروله خالص عادي جدا. هاخد كده ابدا اضم فيها في ايدي بالراحه، وبعد كده ابدا اكورها تاني بالراحه، ما اضغطش عليها يعني، بس اكورها كده بالراحه واضغط عليها تاني، هلاقيها برضو ما شققتش، يبقى انا السكر بتاعي كويس والزبده كويس، السمنه كويسه والدقيق كويس. بعد كده بعد ما اخلص تكوير ليها احطها في التلاجة 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده اطلع ادخلها الفرن على 170 درجه لمده 12 دقيقه، بس مش اكتر من كده. 10 دقايق او 12 دقيقه على 170 درجه، تطلع من الفرن ما حركهاش وما اجيش جنبها خالص الا لما تبرد تماما. تمام. بعد كده هو لازم هي ما ينفعش تاخد لون من الجناب، يعني انت زي ما هتدخلي الصينيه زي ما هتطلعيها هتبقى نفس اللون. وهي كده كده هتكمل تسويه في الصينيه لما هتاخد من سخونه الصينيه لما نخرجها من الفرن. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. بالف هنا.